يسعد اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب بخير. اليوم حبيت اشارككم هاي الوصفة كتير بسيطة واكيد متوفرة بكل مكان وبكل بيت. اذا ما متوفرة بالبيوت اكيد متوفرة بكل مكان، وكتير بسيطة يعني بالسعر، ما بتكلف كتير. انا في عندي هون رح اسوي لبن طبعا، لان انا دائما بسوي بالبيت لبن. هذيك المرة قلت لكم رح اسوي لبن ان شاء الله بالفيديو الجاي. انا جايبه عندي هون حليب، الدسم تبعه 2%، وعندي طنجره. لازم فضي الحليب بالطنجره وخليه يصير طبعا دافي. وطبعا الخميره تبعه شو هي؟ انا عندي لبن من قبل اللي هو كنت مساويته هذاك الاسبوع، فزاد عندي شوي منه. طبعا في عندي علب، هاي علبة فاضية ونظيفة مغسولة. في عندي لبن زاد، خليتهم بالعلبة هاي النظيفة. اوكي، وهلا ان شاء الله هيك راح ادوبهم اخفقهم شوي لهدول اللبنات. هي الخميرة، عم بقول لكم على الخميرة، هي الخميرة. طبعا شوية لبن من القديم. ان شاء الله هلا راح اسخن الحليب، سوي درجة حرارته يعني تقريبا هيك دافية، يعني انه اذا حطيتي اصبعك يتحمله، يعني الجسم الدفع تبعه. واللي بتحب انه يصير اللبن معاها مثلا دسم كتير، حتى لو كان انه بقر مثل هذا بقر، فينا تستخدم الكريمة، كريمة الطبخ اللي هي رح اشوفكم اياها. هاي كريمة الطبخ، هيك بتجي تشوفوها، هي تجي سائلة طبعا. يمكن في ناس ما مستخدمتها او ما جربتها. هي كريمة الطبخ تجي هيك سائلة، وفينك تحطيها مع الحليب، فراح تعطيها دسامة للحليب اكتر، راح يصير شوي الحليب دسم اكتر يعني. فهلا ان شاء الله راح اروح دفي الحليب، حطه على النار وخليه لدرجة يوصل لدرجة الحرارة اللي انا بدي اياها، واللي لازم مفروض انه اللبن هيك درجة حرارته تصير الحليب. ان شاء الله نروح على الغاز. هلا نحطه على الغاز، شغلنا الغاز، نخليه ان شاء الله يصير درجة حرارته دافية، ونرجع لكم بعد قليل شوفيكم انه كيف راح احطه مع اللبن. وهلا بنات راح اشوفيكم الحليب كيف صار. هاي بعد ما انا غليته يعني بديت انه سخنه للحليب، شوفوا شو صار فيه، طلع الحليب غير صالح. ما بعرف ليش هيك فقس معي. فانا هلا شو قررت انه اساوي جبن. طبعا نحن بنقدر نساوي كل شيء يعني، حتى لو خرب الحليب عادي، ما يهم اصلا، مش مهم. حط له شويه ملح، لان انا بحب الجبنه فيها ملح. هاي راح تمتصه عادي. ونحط شو كمان نحط؟ حبه سودا، وهي حبه سودا. وهلا شويه نعطيها حركه بايدي، خلي حركه بايدي هيك مشان تصير مخلوطه مع بعض. اوكي، وهلا هيك بكبسها، رح احط عليها شي تقيل يعني شويه انه للصبح. شوفوا انا ايدي طبعا نضاف، لاني بالبيت دائما بشتغل بنظف بالقاصر وبهي الاشياء 24 ساعه، ايدي الحمد لله نظيفه. وهاي المي لحديت ما هيك بنخليه لحديت ما تصفى المي، رح اخليها هيك من هون لحد الصبح. شوفوا تصير قالب جبن نظامي يعني، والطعم كمان ماي جاد يعني طيب. يعني لاني صايره معاي هاي العمليه هيك من قبل فشلت. فقلت لحالي خليني اعمل لبن، حرام كبه يعني، عرفتوا؟ وهاي المي، شوفوا المي كيف تنزل منه، هي مصل، هي اسمها مصل المي.
هي اكيد راح تتاكل بسرعة يعني على الفطور. هاي الكمية كتير قليلة، ما في داعي انه نحتفظ بالمي تبعه المصل وشو اسمه، على اساس هن ليش بيطلعوها هاي المي؟ انه مشان يخزنوا فيها الجبنة مشان لا تخرب. وان شاء الله نلتقي الصبح على الافطار. شوفيكم كيف هذا القالب يطلع معنا. نضل هيك نكبسه شوي. وهلا راح احط له شيء تقيل، راح اعبي زبدية، عندي زبادي كتير، اعبي زبدية هيك مي، وطبعا راح امد هيك عليه شقفة صغيرة بيضة قماشة يعني، اوكي. وراح اخليها هيك، احط القماشة وبعدين الشقفة، العفو القماشة وبعدين الزبدية اللي فيها مي، انه هي مشان التقل. استغفر الله يا ربي. هلا الساعة 2 3 إلا 10 عندي بالليل. شوفوا قلت خليني اقوم ساوي لبن مشان اقعد الصبح انه جاهز اللبن. وطبعا انا بساوي منه لبنة، هي هيك دعابة اللبنة بحطها بالزيت. في عندي شوي ضل حبتين هن هون عندي بالمطربان، ما شوفتكم ياهم. ان شاء الله في المرة المقبلة نعمل لبن وينجح معانا. وهلا ان شاء الله الصبح ملتقانا، نشوف هذا الجبنة كيف راح تصير معانا. اذا قلبناها هيك راح تطلع قالب يا ترى، لو راح تتفتفت؟ شو رأيكم؟ يلا جود مورنينج، تصبحون على جود مورنينج، مو هلا الصبح، تصبحون على خير. جود نايت. وهي النتيجة بنات مثل ما قلت لكم. شوفوا هلا صار الصبح، طبعا امبارح كان الدنيا ليل، وشوفوا شلون لا فارطة ولا شيء. شوفوا والطعم يعني يجنن عن جد، جربوه وشوفوا كيف الطعم يجنن. والريحة لما قطعتها شلون فحت ريحة الحبة السوداء، وعن جد يعني عن جد روعة النتيجة. لا تنسونا صبايا بالاشتراك واللايك والسبسكرايب وباقي الحبشكلات.